السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم منوعات كوكي. لو لسه بتشوفيني لأول مرة ما تنسيش تدوسي على علامة الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا النهاردة بقى جبنة كده حلوة قوي. هقول لكم ازاي نحفظها ازاي في التلاجة. نحطها على رف التلاجة كده، ممكن تقعد معانا بالشهر واكتر. تمام، من غير ما يبقى فيها حاجات كده سودا ولا حاجات اللي هي العفانة دي، ولا اي حاجة، ولا اي بكتيريا، ولا اي حاجة. تمام. ايه، بصوا طبعا معايا الجبنه كده بتبقى طبعا متغلفه كلها في اكياس كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. تمام. بصوا بصوا الجبنه لونها لازم بتجيبيه بيبقى ابيض كده وناعمه كده، ملمسها ناعم كده من بره. بصوا، وناعمه جدا. الجبنه اللي هي مفتفته اللي هي الخشنه دي بلاش منها، لانها فعلا ما بتبقاش حلوه، بتبقى ناشفه ومش حلوه. تمام. طبعا معايا كده معلقه ملح كبيره او معلقتين ملح على حسب الكميه اللي عندك. تمام. بصوا حبايبي، وجبت طبعا كنت ميه غلياها وسبتها تبرد خالص تماما. بتسيبيها تبرد خالص، يا اما لو عندك فلتر تشتغلي منه عادي، مش لازم تغليها وتسيبها تبرد. تمام. بحطها على معلقه الملح دي وادوبها كويس كده مع بعضها في الميه. اهو بصوا. هزود طبعا الميه شويه عشان كميه الجبنه وكده. انتي بتحطي على قد الكميه اللي موجوده عندك. تمام. طبعا حطيت معلقه ملح تانية لان انا حسيت ان الملح شويه فيها وكده، وانا بحبها بصراحه تبقى مظبوطه، ما بحبهاش تكون ناقصه ملح وكده. تمام. بس هو الملح عامه بيحفظها. اهو بصوا بقى، بتدي بقى اسقط فيها الجبنه كده بالشكل ده. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، احطها كده جنب بعضها كده. اهو. طبعا لو في حتت كبيره ولا حاجه احنا ممكن نقطعها، مفيش مشكله. هجيب سكينه دلوقتي واقطعها بيها. اهو بصوا كده، عشان حاسه ان الحته دي كبيره قوي فاقطعها، عشان لما اجي اخدها من الميه ما افضلش اقطع بقى واكسر فيها وكده. تمام. اهو بصوا. هوريكم حاجات دلوقتي هنحطها عليها وتشيليها في التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجه. بصوا قطعتها حتت صغيره كده عشان تبقى على قد الاستعمال على طول. تمام. وتحطيها وكده، وتحطي معاها طبعا الفلفل والحاجات دي، الفلفل والكلام ده كله بيخليها زي الجبنه الاسطنبولي بالظبط. تحس ان فيها طعم الفلفل كده، بتبقى فعلا طعمها لذيذ وحلو قوي. بصوا. اهو كده بالشكل ده، بحطها طبعا كلها كده. بصوا الخضار ده طبعا مش هرميه، ده الفلفل ده عامل الرئيسي، ده اللي بيخليها فعلا جبنه اسطنبولي وبيحفظها كمان. اهو بصوا. وبتاكليه برضو مع الجبنه، يعني بتطلعيه وتاكليه، هو بيبقى زي الفلفل مخلل كده. تمام. اهو بصوا كده بالشكل ده. ده طبعا فلفل اصفر برضو. او الفلفل طبعا بخرمه كده عشان بس يخش له الميه بتاعه الجبنه وكده، يبقى عامل زي الفلفل مخلل. تمام. اهو كده، عشان يشرب من نفس الميه بتاعه الجبنه ويديها نفس الطعم بتاع الفلفل. اهو كده بالشكل ده. والفلفل الاصفر برضو نفس الموضوع، بفتحه كله كده بالشكل ده بطرف السكين. تمام. اهو كده. طبعا ده الخيار برضو، الخيار برضو بيبقى زي المخلل كده.
تمام في قلب الجبنة. بصوا الفلفل الاحمر، الطريقة دي فعلا بتخلي الجبنة طعمها تحفة بجد، بتبقى حلوة جدا. بصوا الخيار اهو، بصوا لونها، تتحفظ معانا بقى والله، بتقعد اكتر من الشهر ونص كمان في التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجة لما تكوني جايبة كمية وكده، خصوصا بقى في الشتاء وكده. في الشتاء طبعا عشان الجبنة بتبقى كتيرة وكده، بتجيبيها طبعا وتحفظيها بالطريقة دي، بتبقى تحت ايديكي على طول بتستعمليها. هي بصراحة بتبقى افضل ما هي بتتشال في الفريزر، طبعا في علبة زي كده مع حكومة الغلق وكده ما بيحصلهاش اي حاجة. احلى لايك. انا بصراحة انا من عشاق الجبنة القريش، بتبقى حلوة جدا، بتبقى خفيفة كده بقى مع بيض، تاكليها كده صحية بصراحة، قد ايه جميلة وتحفة. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم يا حبايبي، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. مع الف سلامة.